قلنا في الحلقة السابقة لسورة النبي يوسف بانتهاء الأسرة 18 بزواج الوزير آي من أرملة توت عنخ آمون اللي اسمها عنخ إسن آمون. ونظرا لأن آي كان كبير في السن ويقال إنه يبقى عمها، سرعان ما توفى واختفت أخبار عنخ إسن آمون رغم سنها الصغير، ويقال إنها تعرضت لمؤامرة بسبب رغبتها في الزواج من أحد أبناء ملوك الحيثيين، فتزوج الوزير حور محب من ابنة آي اللي اسمها متندجمت، وبسبب عدم وجود أبناء له صار مستشاره الأول رمسيس الأول، وبكده أسس رمسيس الأول الأسرة 19 لما مسك البلاد بعد وفاة حور محب. وظلت الأسرة 19 تحكم مصر حتى رمسيس 11. بسبب السن الكبير لرمسيس الأول مسك سنتين بس، وبعد كده مسك ابنه سيتي الأول. طبعا خلال فترة رمسيس الأول وسيتي الأول قادوا حروب لاستعادة أراضي مصر الضائعة خلال حقبة إخناتون من الأسرة 18 بسبب صراع كهنة الإله آتون إله التوحيد مع كهنة الإله آمون. واللي شارك في إحدى تلك الحروب حفيد رمسيس الأول وابن سيتي الأول رمسيس الثاني فرعون موسى، زي ما قلنا في حلقة فرعون موسى إن رمسيس الثاني هو فرعون موسى. وكان خاتم رمسيس الثاني عبارة عن 2 من الخيول أنقذوه خلال معركة قادش من الموت، هربوا بيه يعني، فخلدهم في خاتم بيلبسه على صبعه. كان يطعم ال2 الخيول دول بنفسه، ما كانش بيسيب أحد خادميه يأكلهم. سورة غافر آية 36: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. نروح لموقع هارفارد دوت إديوكيشن، قاموس للعالم هيرمان رانك العالم الألماني اللي نشره سنة 1935 عن قاموس الأسماء الفرعونية خلال الدولة الحديثة من الحضارة الفرعونية، وتعود للأسرة اللي حكم خلالها رمسيس الثاني ووالده وأولاده. ادي الكتاب نزل. نروح لصفحة 240 نلاقي الكتابة ديت المذكورة ينطق في علم الصوتيات باللغة الهيروغليفية هامان، والمرجعية بتاعته موجودة للعالم واين ريسيزينكي في كتابه صفحة 130. نروح للموقع الأرشيفي archive.org علشان نجيب كتاب دكتور واين ريسيزينكي عن متحف هوف ميوزيوم الموجود في فيينا صفحة 130. زي ما قال دكتور رانك، ناخد الترجمة الخاصة بدكتور ريسيزينكي عن معنى كلمة هامان للرسم الموجود بقاعدة التمثال بجوجل ترانسليتور. رئيس عمال المحجر، وده الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم، لأن اللغة الهيروغليفية كانت لغة ميتة قبل نزول القرآن. ودي مصفاة ذهبية لتصفية الخمر، عشان المصريين كانوا بيشربوا الخمر رايب، فكانوا العمال المحاجر اللي بنوا الأهرامات كانوا كل عامل له كوبين خمر يوميا خمر رايب. أحد تعليقات حلقة فرعون موسى رمسيس الثاني إن واحد بيقول إن رمسيس الثاني معترف بالإله آمون، إزاي بيقول ما علمت لكم من إله من غيري؟ لأ، هو نصب نفسه سيد الآلهة، وزي ما ذكر في الآية الكريمة بالقرآن 127 سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. الآلهة اللي معترف بيها فرعون؟ الإله آمون. هو نصب نفسه سيد الآلهة. كانت زوجته الأولى است نفرت، ونظرا لأنها لا تحمل دماء ملكية لم تكن ملكة رسمية لمصر، وإنما كانت الملكة الرسمية لمصر زوجته الملكة نفرتاري، وكانت بنته المحبوبة الأميرة ميرت آمون إحدى بنات نفرتاري، وهي بيضاء البشرة ولها تمثال جيري أبيض اللون. وميرت آمون معناها حبيبة الإله آمون، وآمون هو نطق غير صحيح لاسم الإله آمون، ولكن النطق الصحيح آمان أو آمين. ويقال في بعض الدراسات أن آمين الذي ينطق في نهاية دعاء اليهود والمسيحيين والمسلمين هو نداء لاسم الإله آمون، لكن تظل تلك الدراسات ضعيفة نظرا لكثرة تشابه الكلمات بين اللغات. طبعا واضح من جمال الملكة ميرت آمون إن الأسرة 19 كانت تميل للون الأبيض البشرة، بعكس الأسرة 18 اللي بتميل للسمرة الداكنة.
وبكده كان النبي يوسف بالنسبة لهم ايه؟ واحد سوري ابيضاني، يعني ايه؟ في غاية الجمال. الملأ من قوم فرعون كانوا ايه؟ مليانين اساسا، لسه طالعين من صراع مع الاله اتون ودعوة التوحيد مع اخناتون، وجود النبي يوسف في الاسرة ال 18 علشان يطلع لهم النبي موسى في الاسرة ال 19. فطبعا كانوا بيغلوا الفرعون بانه ياخذ عقوبات قاسية وشديدة القسوة تجاه دعوة سيدنا موسى. عشان كده ايه؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بوفاة الملكة نفرتاري عادت الملكة است نفرت تصبح الملكة الرسمية لمصر، نظرا لأن ولاة عهد مصر كانوا من أبنائها، زي الفرعون مرنبيتاح اللي مسك بعد منه، برغم زي ما قلنا إن كان ولي عهده الأول وهو النبي موسى، أو الفرضية اللي بتقول إن هو النبي موسى الأمير خامواس. ويمكنكم الاطلاع على حلقة تمثال النبي موسى. في واحد في التعليقات بيقول ان في رمسيس الثاني مش فرعون لان كان عنده ابناء، لا ما كانش بيعيش له ولد لغايه لما اتخذ خامواس ابن له حسب الفرضيه، وبعد كده بقى يعيش له الاولاد، يعني كحل البركه في بيته. وده اختراع البوتاجاز ايام الفراعنه، كان موجود في المعبد يحطوا فيه ايه؟ البخور والنار بتتقاد من جوه، فتلاقي ايه؟ عيون زي عيون البوتاجاز من فوق، النار مولعه فيها ايه؟ من تحت، لكن بيتحط البخور فوق. وتعود لعهد ايه؟ الاسره ال19. واحد بيقول ازاي كنت بتقول ان اعمار الفراعنه قصيره؟ طبعا قلنا ايه؟ ان رمسيس الثاني لما قرب على سن ال90 سنه قلنا ده اله، اعتبر نفسه اله، يعني راجل مديد العمر، بعكس الاعمار قصيره الموجوده في هذا الوقت. وده طبعا ايه؟ الاعمار كانت قصيره في ذلك الوقت بسبب ايه؟ عدم التقدم إيه؟ في الطب. فكان يعتقد مثلا ان مرض البلهارسيا هو دليل على خصوبة الراجل لما ينزل دم يبقى هو كده اكتمل الخصوبة واصبح جاهز للزواج، وبيعتبر دوت ايه؟ لما ينزل دم ان هو كده ايه؟ جات له الدورة الشهرية. كانوا بيعتبروا ان الراجل بيجيله الدورة الشهرية زيه زي الست، فلما يحل عليه الدم بسبب مرض البلهارسيا يبقى هو كده ايه؟ اكتمل الخصوبة واصبح صالح للزواج.